سيدي يا سيدي، شفتوا الاكل عامل ازاي؟ شكله يشهي. يلا بينا يا حلوين نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف الاكل ده اتعمل ازاي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يلا بقى يا حلوين، اللايك الحلو لاختكم شهرزاد والكومنتات الحلوه يا قلبي وشير كتير للقناه بتاعتي. يلا بقى هاتي حلتك وهاتي سمنتك وتعالي نشوف هنعمل ايه يا قلب اختك في المطبخ. طبعا حطينا مادة دهنية يعني شوية شوية كتير، اوعي تقولوا عليها انها كتير، لان احنا هنعمل اكلتين باللي انا بعمله ده. يلا بقى كملوا الفيديو معايا وركزوا معايا، ركزوا يا حلوين عشان انا مش مركزة. جبت البصلة اللي هي بنت ناس دي كبيرة كده تملى العين، ونزلت هتك هتك خرطتها على قلب السمنة اللي انا حطيتها في الحلة والزيت. حطيت حوالي معلقتين سمنة وحوالي شوية زيت، يعني نص كوباية كده. عشان هنعمل ايه يا حلوين؟ هنعمل النهارده وليمه. وليمه ايه بقى؟ هنعمل طبختين، باميه وبسله. ركزوا معايا، هنعمل ايه؟ باميه وبسله. المهم البصله احمرت، نزلت عليها بالقوطه حوالي كيلو وربع قوطه، فرمتها على الخلاط ونزلت بقى على قلب البصله لما اصفرت. وجبت مكعب دجاج ورحت حاطاه كمان على قلب الصلصه. وجبت حوالي نص معلقه فلفل اسود وحطيتها كمان على ايه يا حلوين؟ على الصلصه. على الصلصه. صلصه ايه يا شهرزاد؟ ركزي ركزي على القوطه. طبعا جبت الصلصه دي ورحت جايه حطها، كان فيها حوالي معلقه، رحت حطاها وشطفتها بشويه قوطه وحطيت الميه التانية بتاعتها. كده طبعا خلصت التقليه بتاعتي وعصقت الصلصه ورحت قافله عليها الغطا وسبتها. وجبت الحله التانية حطيت فيها مكعب زبده كده بالناس بلدي، ونزلت عليها بقى ايه؟ بالسمنه. اخدت صدمه كده وكانت ريحتها مفحفحه، وايه واديتها صدمه كده يا حلوين في الحله. عشان دلوقتي هنعمل ايه؟ اكله بوم البوم. خليكم معايا بس وركزوا عشان في مفاجاه بنت ناس. نزلت طبعا بمعلقه فلفل اسود ومعلقه كمون وورقتين لورا. وايه تاني يا شهرزاد؟ ركزي يا شهرزاد. طبعا الصلصه اللي احنا كنا حاطينها يا حلوين هنقسمها على حلتين دلوقتي، عشان هنعمل حله فيها الباميه وحله فيها البسله. ركزوا معايا يا حلوين. الصلصه بقى قسمتها زي ما انتم شايفين، حله فيها تاخدي صلصه والتانية برضو بحط فيها الباميه قدامكم يا حلوين. بصوا الباميه دي انا مفرزاها في الفريزر، وبما بعوز منها بطلع منها وبحط وبطبخ منها على طول. طبعا جبت كده الماسوره دي، تكونوا عارفين انها دي ماسوره، يعني انتوا بتقولوا عليها ايه؟ انا مش عارفه. المهم ايه؟ جبت الماسوره دي وقلت عشان تبقى الشوربه بتاعتها حلوه كده وبنت ناس تمام، عشان تديني شوربه دسمه كده وحلوه. حطيتها في قلب اللحمه ونزلت عليهم بميه مغليه علشان هسوي اللحمه وهاخد الشوربه بتاعتها زي ما انتوا شايفين يا حلوين. انا بحط الشوربه فين؟ في الباميه. كده هي خلاص الباميه استوت وخلاص. ايه؟ قالت مين ياكلني زي ما بيقولوا يعني. اديله قعدت اقلب فيها كده وايه، ومش قادره اقول لكم بقى على ريحه الاكل كانت عامله ازاي. كانت حاجه ايه؟ حاجه جميله كده، تشم الاكل تشبعي. انا من النوع اللي لما بطبخ وبشم ريحه الاكل والله العظيم ما بكذبش عليكم بشبع. ما بعرفش اكل غير بعدها بشويه، يعني لما بحس ان انا شبعانه. حتى لما باجي اغرف الاكل واولادي يقولوا يقولوا كلي كلي، باكل كده ان انا ايه؟ بنقنق معاهم كده وبرجع بعدها بساعه بقى اكل عشان ببقى شبعانه من ريحه الاكل. المهم ما علينا ايه، خليكم معايا وركزوا يا حلوين. كده احنا خلصنا الحله دي ورحنا على الحله التانية اللي هي البسله، برضو هنسقيها ايه؟ هنسقيها الشوربه برضو عشان تستوي زي الباميه. يا خرابي على الاكل يا حلوين، هاتك هاتك مش قادره اقول لك. اديله ادي. المهم جبت حله تانية ونزلت عليها بالزيت ونزلت بكيس شعريه كامل، عشان الرز دلوقتي احنا هنعمله اكتريته شعريه، عشان الاولاد بيحبوا عندنا بصراحه الرز ابو شعريه ده. يعني انا عملت كتير او الرز المعمر ما عجبهمش، عملت الرز اللي هو الابيض. ساعات يعني في اكلات كده بتتحكم عليكي ان انت تعملي رز المعمر، بتعملي رز مثلا الابيض، بتعملي رز الحبايه وحبايه، بتعملي رز ابو شعريه. يعني في برضو يعني ممكن تنوعي الرز على يعني انا جميع انواع. بس انا ولادي ما لهمش قوي في رز المعمر اللي هو في الصينيه ده، يعني مش بيحبوه قوي. فانا بايه بس
بحب اعمل لهم الحاجه اللي بيحبوها. بيحبوا رز ابو شعريه، رز حبايه وحبايه، رز بلسان العصفور، رز بالخضره. ممكن هما بيحبوا الحاجات دي. المهم قلبت الرز بتاعي، شوحته تشويحه مظبوطه بنت ناس كده، ونزلت عليه بالميه. وايه يا حلوين، واللايك الحلو بتاع اختكم شهرزاد، وسبسكرايب يا حلوين للصفحه، بالله عليكم سبسكرايب كده وشير كتير للصفحه، وكومنت حلو لاختكم شهرزاد. شجعوني شجعوني، عشان انتوا لما بتكتبوا لي كومنت حلو بيشجعني وبيخليني اكمل. وبصراحه يعني انا بتبسط لما بلاقيكم عندي في الصفحه وكاتبين لي كومنت حلو، بيخليني كده ببقى عايزه اكمل. يعني انتوا فاهميني طبعا في الكلام اللي أنا بقوله، ببقى متشجعه وعايزه اكمل. بصوا البسله بتاعتي حلوه ازاي. طبعا غرفت البسله وغرفت الباميه. واللحمه بقى كانت ايه، كانت دايبه دوب كده في قلب الطبيخ. طبعا انا سويتها الاول في الحله، وبعد ما سويتها حطها في قلب الطبيخ. عشان ايه؟ عشان تاخد كده من نكهه الطبيخ كده وتبقى حلوه. المهم يا حلوين، كنت هقول لكم ايه، رمضان كريم عليكم، ويجعل ايامكم كلها هنا وبركه وكلها رزق وكلها بركه، وربنا يخلي لكم ولادكم ويطرح لكم البركه فيهم. وكل اللي يعمل لي اكسبلور وكومنت حلو ويعمل لي شير للصفحه، ربنا يخليه ولاده. وبرده من غير ما تعملوا برده ربنا يخلي لكم ولادكم. واوعوا تنسوا تدعوا لابويا وامي بالرحمه بالله عليكم، احنا في ايام مفترجه. ربنا يخليكم امهاتكم وابهاتكم يا رب، وكل اللي ام واب ربنا يخليهم له وما يشوفش اي حاجه وحشه فيهم. المهم طبعا كده يا حلوين، اختي بقى اللي داخله عليا دي عماله تقول لي احنا الريحه بتاعت الاكل مش قادره اقول لك، يلا اغرفي لنا عشان احنا جوعنا، اغرفي لنا. فطبعا انا بقى كنت عماله اغرف في الاكل زي ما انتم شايفين، وهي بقى رايحه جايه عايزه تاخد الاكل مني عشان تطلعه على الصينيه او تطلعه على الترابيزه. يلا يا حلوين بقى، انا مش هقول لكم تاني. بصوا، ودي بقى شكل الاكل في الاخر. الاكل الشكل النهائي بتاعه، ومش قادره اقول لكم كان ريحه الاكل. بصوا الاكل بيبخر ازاي، كان ريحته تشهي كده وطعمه جميل. ربنا يخليكم ليا يا حبايب قلبي، ويديمكم عليا نعمه في حياتي. وكل اللي ما شافش شهرزاد يخش اول مره يخش عندها، يخش يعمل لها كومنت حلو وشير كتير للصفحه وسبسكرايب بالله عليكم يا اخواتي. مع الف سلامه.